اهلا بيكم. كان عندي كده شويه دجاج مفروم، مش عارفه اعمل بيهم ايه، فقلت اجرب اعمل الاكله دي بالدجاج المفروم، وهي السويت اند ساور. انا عاده بعملها صحيه، حتى في الطريقه العاديه بتاعتها مش بكتر فيها سكر، وبتكون سعراتها قليله وفي نفس الوقت طعمها حلو. كمان الطريقه دي طرق تقديمها مختلفه ومتنوعه، ممكن كمان نخليها صحيه اكتر. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. في طبق كده صغير على جنب هجهز التتبيله. زودت معلقه كبيره من صلصه الطماطم ومعلقه كبيره من الصويا صوص، وكمان هزود ربع كوبايه من الخل، ومعلقه صغيره من عسل النحل. تقدروا تزودوا من عسل النحل لحد معلقه كبيره. انا ما بكترهاش قوي، وكمان طعمها بيكون حلو. الطعم بيجي عموما من الصلصه ومن الخل اكتر من ما بيجي من العسل او من الحاجه اللي بتدي طعم المسكر. كمان لما بنزود الحاجه مسكره قوي، سواء العسل او السكر، فعلا طعمها ما بيكونش حلو، وبتبقى قلبة على حاجة حلوة أكتر. هقلبهم طبعا كويس جدا مع بعض، وهشيلهم على جنب، وهجهز باقي الخضار اللي هسويه مع الدجاج. الخضار كمان هقطعه قطع صغيرة جدا عشان يكون متناسب مع حجم الدجاج المفروم. فأنا جهزت جزرة وفلفل أخضر وبصلة، كلهم حجم متوسط صغير. هقطعهم كده واضيفهم في الكب عشان افرمهم فرم يكون ناعم، بحيث ان هم يكونوا زي الفراخ. هفرمهم كويس جدا، لكن هخلي التوم على جنب، لان التوم مش هضيفه دلوقتي، هضيفه في الاخر. بعد ما الخضار جهز معايا بالشكل ده في طاسة على النار، هرش رشة صغيرة كده من زيت الزيتون، وهنزل عليها على طول بالخضار. الطاسة سخنة جدا، وهقلب في الخضار على طول. انا بنزل الخضار الاول عشان بس يستوي. ما يكونش طعمه، انا ما بحبش طعمه يكون واضح قوي، لكن لو انتوا حابين طعمه يكون واضح فيفضل انكم تضيفوه في الاخر وتبداوا بالفراخ. هي مش هتفرق الترتيب عموما، هي بترجع ذوق شخصي حسب اللي انتوا بتحبوه. بعد ما الخضار كده بدأ يدخل في التسوية، زودت له الفراخ وهقلبها معاهم. الفراخ دي 400 جرام من الفراخ المفرومة. هفضل اقلب كده باستمرار لحد ما لون الفراخ يتغير وتستوي. هي ما بتاخدش وقت خالص، وهتلاقوها استوت معاكم. وفي الخطوه دي هزود فص ثوم مفروم، او فصين ثوم مفرومين على حسب الذوق. ولو مش حابين الثوم المفروم تقدروا تزودوا ثوم بودر. الثوم البودر هتكون نكهته اقل شويه. دلوقتي هزود التوابل. هحتاج بابريكا وجنزبيل وحبهان بودر وفلفل وملح. قللوا الملح شويه عشان الصويا صوص، لكن عموما هو الصويا صوص ما كانش كتير قوي. من كل حاجة من التوابل دي بنحتاج نص معلقة صغيرة. هقلب برضو الحاجات دي كويس قوي. الفلفل الأحمر أنا استخدمته حار، وتقدروا تستخدموه بقى حر أو بارد حسب الرغبة. بعد ما قلبت تقلبتين كده مع التوابل، هزود التتبيلة اللي احنا جهزناها في الأول وهقلبها مع الفراخ. التتبيلة هتغير لون الفراخ تماما، وهتخليها بقى لون السويت اند صور اللي احنا عارفينه. تقدروا تزودوا مية لو انتوا حابين يكون معاها صوص كده في الأكل، لكن أنا عموما بحبها تكون ناشفة شوية. وكمان لان هقدمها هنا مع خس بس، في الطريقه دي هقدمها كده مع الخضار، يعني مش هحتاج جنبها رز او مكرونه. ودي طريقه كويسه جدا لو حد مثلا متبع حميات لو كارب او كيتو. طريقه تانية للتقديم، وهي ان انا قدمتها مع مكرونه مسلوقه كده بدون اي اضافات خالص، ووقت الاكل هنقلبها مع المكرونه بس. ممكن نزود الصوص بتاعها شويه لو هتتقدم مع مكرونه او مع رز. الوصفه سهله جدا وسريعه، ما خدتش اي وقت، وفعلا انجزت معايا وبتتعمل بسرعه جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك واشتركوا في القناه، وان شاء الله بشوفكم في حلقه جديده.